رب العزة سبحانه وتعالى في سورة التكاثر بيقول لنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لنا زرتم مش سكنتم؟ العلماء يقولوا لنا إن المقابر عبارة عن مرحلة، مجرد زيارة هيعبر إليها الإنسان كمرحلة انتقالية بين الدنيا والآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى يصف إن مرحلة القبور زيارة فقط. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر مش سكنتم المقابر. زيها بالظبط الآية اللي في سورة آل عمران، رب العزة سبحانه وتعالى بيقول لنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كمان هنا رب العزة سبحانه وتعالى بيصف لنا مرحلة القبر بإن هي مجرد مضجع يعني نومة وهتعدي، مش مرحلة دائمة هيعبر عليها الإنسان وهيستمر فيها. آيات القرآن كلها بتعرفنا إن مرحلة القبر مرحلة بس انتقالية، ليست مستقر للإنسان. ومن هنا العلماء يقولوا لنا إن كلمات القرآن لا يمكن استبدالها بأي كلمات تانية، لأن كل كلمة منهم لها دلالة، مستحيل كلمة تانية تحل محلها. وده برضو من أوجه إعجاز القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظه وتدبره.